المعتاد البداية مكان الحدث من المنامة. معك سيد محمد الأحمد، وسوف أبدأ معك من الخبر الأبرز الذي شاهده الجميع اليوم وتابعه على شاشات التلفزة، وهو الحكم المؤبد على الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك هو ووزير داخليته وتبرئة الضباط أي الكادر الأمني من الجرائم المنسوبة إليه. سريعا طرح المراقبون للشأن البحريني هذا التساؤل في ضوء إصدار مجلس حقوق الإنسان في جنيف ل 176 توصية تدين الانتهاكات الحاصلة في البحرين. هل سنشهد المشهد عينه برأيك؟ أحب أن أبين أولا أنني أنا أربأ بنفسي وبالمخلصين من شعب البحرين أن يخرجوا ويتحدثوا عبر قناة العالم. إن محاولة قناتكم لإعطاء الرأي الآخر فرصة الآن بعد أن فقدتم مصداقيتكم عبر نشركم وبثكم الأكاذيب وفق نهجكم الطائفي المعروف لن تفيدكم ولن ترجع مصداقيتكم. شكرا لك يا سيدي، أنت موجود معنا، عبر عن رأيك. أهلا بك سيد محمد الأحمد. البحرين وما أنتم يا قناة العالم إلا أداة بيد الحرس الثوري الإيراني الذي يحرككم وفق الأجندة الصفوية الحاقدة على دول الخليج وبلاد